السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم أحبتي، أتمنى دائما تكونوا بألف ألف خير. بالنسبة لوصفة اليوم، تنعرفوا هذا الفصل هذا يحتاج الأجسام ديالنا لحاجة دافية، لحاجة سخونة، خصوصا بالليل لنا ولوليداتنا. فاليوم غنقدم لكم هاد الشوربة أو هاد لا سوب اللي تتكون غزالة ديال العدس الأحمر. حنا عارفين الفوائد ديالو والمنافع ديالو كذلك لوليداتنا. ومعاه غادي نقدموا هذا النوع ديال الخبيزات اللي هو بالعجينه، حقيقه هي ديال البطبوط. فغادي نقدموهم هكا بهذا الشكل هذا، يعني وجبه خفيفه وتجي هكا بالليل سهله. فان شاء الله يعجبوكم. وبالنسبه للخبيزات فحنايا غادي نقدموهم على جوج فيديوهات غيكونوا هنايا وفي الفيديو الجاي ان شاء الله. بالنسبه للشوربه او لا سوب فاحنا غادي نحتاجوا واحد زلافه ديال العدس الاحمر مغسوله، وعندي واحد جوج خيزويات محيده لهم القلب ومنقياهم ومقطعهم طريفات، عندي جوج بطاطات مقشراهم مقطعهم مكعبات، عندي كذلك واحد مطيشه بالقشره ديالها ومحيده لها غير الزريعه، وعندي بصله وحده منقياها مقطعاها طريفات، وعندي كذلك واحد شويه ديال البصل الاخضر. اللي ما عندوش ممكن يستغنى عليه يدير بواغو، او اللي ما عندهمش جوج يدير غير البصل العادي. عندنا كذلك زيت البلديه، وعندنا الزبده، جوج معالق ديال النشا، 4 المعالق ديال الحليب غبره ديال النيدو. فهنايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في لاسوب. بالنسبه للتوابل فانا غنحتاج الابزار، عندي شويه ديال الخرقوم، عندي كذلك شويه ديال السكينجبير، وعندي شويه ديال الملحه، عندي واحد جوج دروسه ديال الثومه منقيين مقطعين هكاك طريفات، وغادي نحتاج لواحد شويه تقريبا جوج معالق ديال المعدنوس، وغادي نحتاج لضامه ديال البقري، وعندي الكوزه اللي غادي نحكوها. فهنايا كذلك البقري اللي ما بغاتش دير ديال ما بغاتش يعني كاع ديرو ممكن تستغنى عليه، او اللي تتبغيه دير ديال الدجاج او اي نكهه بغات. بالنسبه هنايا عندي عويدات ديال الكرافس، انا ما استعملتش الوراق، استعملت غير العويدات فقط. فبالنسبه للطريقه فانا غادي ندير اول حاجه غادي ندير الزيت، وغادي نديرو الزبده، وغادي نديرو البصله والثومه والعويدات ديال الكرافس وداك البصله الخضراء، وغادي نشحروهم مزيان فوق البوطه حتى يعطيو الريحه ديالهم. يعني الكرافس غادي يطلق لينا بهذا الشكل هذا، يعني بحال غادي نقليوهم. كل ما قلينا الخضر كل ما تتخرج النكهه ديالهم، يعني ماشي غادي نجيو ونخويو الخضر عليهم الماء هي بحال تنسلقوهم. من الافضل اننا نقليوهم واحد شويه ونخرجوا النكهه ديالهم، عاد نضيفوا عليهم الماء. فهنايا كما شوني قليت كما قلنا البصله ومع الزبده والزيت والثومه وعويدات ديال الكرافس والمعدنوس، ومن بعد عاد تنضيف عليه بطاطا ديالي ومطيشه وخيزو وداك العدس الاحمر اللي تيكون بنين وزوين وفيه منافع قلنا مزيان للدراري وتالي لنا حنايا من الحديد من شحال من حاجه. وغادي نضيف التوابل اللي عندي كامله، دونك الضامه ديال البنه، عندنا الخرقوم وسكينجبير والملحه والابزار، وغادي نخلط كل شيء هكا مزيان. وهنا غادي يتقلاو ليا بهذا الشكل هذا. يعني تتشوفوا العدس يعني بحال بدا تتحيد منه القشيره ديالو. هنا غادي نضيف الكميه الكافيه لعدد الاسره ديالي ديال الماء يكون غليان، يعني ما نديروش الماء بارد، فحنايا من الافضل نديرو الماء غليان. وغادي نحرك وغادي نغطي على الطنجره ديالي، نتسناها ماكسيموم ربع ساعه غادي يكون طابليه. يعني ماشي بالضروره داك البطاطا وداك خيزو يكون طاب يعني صافي حتى دبالو، ما فيها باس يبقى لنا ديك الخضره شويه كروك. غادي نطفي عليها وغادي نطحنها وغادي نصفيها باش نحيد منها الزريعه ديك القشيرات ديال مطيشه، وكذلك العويدات ديال الكرفس تيخليونا ديك الشعيرات. فهنايا داك 2 معالق ديال النشا مع 4 معالق ديال الحليب غبره، غادي نخلطهم بشويه ديال الماء مع واحد الحكه معقوله ديال الكوزه، وغادي نخلطهم هكا غير في البارد. يعني نخلط هذيك مايزينا مع الحليب مزيان باش ما يديرليش واحد الكتل. وغادي كما قلنا نكهناه بداك الكوزه، وغادي نخويه على الخليط ديال السوب ديالي، هو اللي غيعطيني واحد الختوريه وغيعطيني واحد البنه غادي يعوض لي
يعني لا كريم اللي ممكن مبغاتش دير هاد الحليب وهاد المايزينا، ممكن دير علبه ديال لا كريم ديال الطياب وتخليها تغلي حتى تعقد ليها. ولكن صراحه باش نتلفوا ديك المذاق ديال العدس شويه الوليدات تيهربوا منه، بداك الطيبه ديال النيدو وطيبه ديال الكوزه تتجي رائعه في المذاق ديالها. وغادي نقدموها هكا بواحد شويه ديال الفلفله الحمراء، داك النويره تتجي زوينه. وتنتمنى انكم تجربوها لوليداتكم لانها حقيقه صحيه وزوينه بزاف ومشبعه. بالنسبه لهاد الخبيزات اللي غادي نقدم لكم اليوم بهذا الشكل، فانايا نورمالمون هاد العجينه هادي ديال المخامر فخرجت منهم هاد الشكل هذا اللي تقسمته معكم، طيبناه في الفران، والاشكال الاخرى كما كنا ان شاء الله في الفيديو المقبل. فبالنسبه للمكونات فعندي هنايا كميه ديال الطحين. دونك عندي 400 غرام ديال الفينو مع 200 غرام ديال الفورس، وانتم تيبقى لكم الاختيار الكميه ديال الطحين على حسب الرغبه وعلى حسب عدد الافراد الاسره. فغادي نخلطهم هكا بجوجهم. فبالنسبه للمكونات اللي باقا عندي، فانا غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، عندي هنا 2 معالق. عندي كذلك 2 معالق ديال النشا. عندي 15 غرام ديال الخميره ديال الخبز. وعندنا كذلك واحد خماره. عندي معلقه بين بصله غبره وثومه غبره. عندي معلقه ديال الزبده، قريصه ديال الملحه، وعندي معلقه ديال السكر. دونك هادو هما المكونات اللي عندنا. 2 معلقات ديال الزبده كما قلنا، وعندنا زيت البلديه باش غادي نجمعوا هاد العجين هذا. دونك هنا غادي ناخذ ديك المعلقه ديال السكر ديالي، غادي نضيف عليها ديك 15 غرام ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نضيف عليها شويه ديال الماء دافي باش نخلطوهم بجوج تذوب لينا داك الخميره. فهنايا ماشي بالضروره يعني تقول لا ما غاديش تخمرها ليها، ممكن ديري حتى هي 10 غرام ديال الخميره اللي ما كنتيش زربانه، لان هاد المخامر هادو او هاد الخبيزات محتاجينهمش حنا يخمروا لينا مباشره، غادي نطيبوهم. دونك نرجعوا للطريقه. فهنايا الطحين ديالي اللي قلنا فيه الفينو والفورس، غادي نضيف عليه داك 2 معالق ديال المايزينا، غنضيف عليه داك النيدو، غنضيف عليه الخماره ديالي، ونضيف عليه بصله وثومه غبره، وغادي نضيف كذلك قرصه ديال الملحه، وغادي نخلط هادشي كامل. وعاد غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس ديال زيت البلديه، ماشي نص كاس عفوا، 4 كاس ديال زيت البلديه. وغادي نضيف داك الخميره اللي ذوبناها في الماء مع سنيده، وغادي نعجنوا المخمرات ديالنا او العجين ديالنا بالطريقه المعهوده. دونك اللي بغات تعجن بيديها ماشي مشكل، اللي عندها العجانه غادي تخدم بالعجانه، واللي يعني تبع اي سيده بيت تبع الطريقه اللي موالفه. المهم اللي اهم حاجه في هاد المخمرات انهم خصهم يكونوا بحال السفنج، جاريين مدلوكين مزيان، غير هو ما غاديش نحتاجو نخمروهم. فهنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي، اخر مرحله غادي ندخل فيها ديك 2 معالق كبار ديال الزبده، ونحاول نجمع العجينه مزيان وندخل فيهم ديك الزبيده ديالي. بالنسبه المقادير اللي غادي ندخلوها في العجين، فانايا عندي هنايا واحد شويه ديال الزيتون خضر مقرده رقيق، عندي واحد شويه ديال البصل الاخضر، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء عاديه، عندنا كذلك شويه ديال السودانيه وشويه ديال المعدنوس، وعندي شويه ديال السيبوليت، وعندي شويه ديال الثومه محكوكه، والفرماج موزاريلا. ممكن تخلطي بين الفرماج الحمر وفرماج موزاريلا. دونك هنايا في البول ديالي غادي ندير جميع المكونات، يعني الزيتون خضر، البصل الاخضر مع الفرماج مع الفلفله الحمراء حلوه يعني غبره، مع ديك السودانيه مع لي سيبولات مع المعدنوس والثومه، وغادي نخلط الخليط على هذاك الشكل هذاك. دونك هنا غادي ناخذ العجين ديالي، انا راش سطح العمل كما قلت، يعني غير ارتاح داك المده اللي انايا غادي نحضر فيها الحشوه فقط، او خليه يرتاح ماكسيموم واحد 7 دقائق 8 دقائق، على ما ترتاح لي العجينه مزيان. غادي نطلقها هكا بشكل طولي، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. هنايا عندي واحد شويه ديال الزبده، عندي فيها شويه ديال السودانيه وشويه ديال المعدنوس والثومه مخلطاهم مزيان بوماد. غادي ندهن العجين وغادي نضيف الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا.
دونك هنا العجين انت غادي تقسميه كويرات على حسب عدد الافراد الاسره، يعني كل حجم كما وريتك دابا هذا اللي تلقى انا غادي يعطيني يعني 4 ديال ديك الخبيزات، 4 ديال الباكيطات صغيورين. دونك هنا غادي نسرح العجين الحشو داخل العجين مزيان، وغنبقى نروليه بهذا الشكل هذا، وانا تنزير وتنجمع الطراف بحال الشنيك حتى نوصل للاخر ديال العجين، وغادي نسد عليه مزيان مزيان من جميع القنات. يعني غنجمع هذا الجنب هذا باش ما تحليش العجينه ونقرص عليها، وغادي نجمع كذلك القنيتات ديال الريوس. كما قلنا فالعجين ما غاديش يخمر لينا، غادي ناخذ واحد السكين ماضي وغادي نقسم هذا العجين على جوج. دونك انا راني شكلت لي بودان الاولى، فهنايا كما شفتوني غادي نقسم كل بودان على جوج، وعاد عاوتاني غادي نفلحو من الوسط بهذا الشكل هذا. فهنا ملي تنقسموه ديك الحشوه تتخرج لينا وتتعطي واحد المنظر زوين بزاف. فهنايا كل واحد كذلك غادي نزيد يعني نبسطو من الفوق، وغادي ما نحلوش من الراس للراس، غنبعد واحد الاصبع وغادي نفتح هاد الفتحه هادي، وغادي نبدا نلوي واحد على واحد باش يجيني شكل ديال الباكيت والحشوه باينه ليا. وغادي نحطهم في سطح ديال في الطاوه اللي غادي ندخلوها الفران. يعني ساهل ماهل، ما فيه لا عذاب، ما فيه لا خميره، ما فيش يعني فيه الخميره ولكن ما غاديش يحتاج يخمر لينا. فهنايا غادي نستمر بنفس الطريقه كما تتشوفوا كل بودان، ما غاديش نوصل بالسكين حتى للراس، فغادي نخلي واحد ميم با نص سنتيم من الفوق، وغادي نفلح بالسكين وكل جنب غادي نبقى نلويه على جنب الاخر حتى نشكل الباكيطات بهذا الشكل هذا. وهنايا اللي بغاتهم يكونوا حارين اكثر فممكن تزيد السودانيه او الهريسه. فمن بعد ما تنستفوهم هكا في الطاوه تناخذ البيض ديالي وتندهنهم، ندهن من الوجيه ديالهم، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا لي. دونك هاد المخمرات هادو او هاد الخبيزات هادو اللي ما بغاتش ديرهم في الفران فممكن ديرهم على بنفس الحشو، تخلطهم في الخبيزات وتقرصهم وتطيبهم في المقله، كذلك تيجيو رائعين ولذاذين مع لا سوب. بعض المرات نحتاجو الانسان يعني يتعشى خفيف وينعس خفيف، فما فيها باس نوجدوهم بهذا الشكل هذا. فانتم تشوفوهم مهوين ويعني وخفافين، ومن تيخرجوا تيكونوا هكا اللون ديالهم مذهب، ندهنوهم بواحد شويه ديال الزيت البلديه ونقدموهم مع لا سوب سخونه. انا هنايا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها، يعني ما فيها لا بطعه لا حتى شي على الداخل. نتوما غادي تشوفوا رائعين ولذاذين مع التوابل اللي درنا فيها والحشوه اللي درنا فيها، يعني تيجيو فنين. تنتمنى يكونوا عجبوكم ونالوا الرضا ديالكم. وكذلك لا سوب كما قلنا فهي رائعه ولذيذه وفيها فوائد نقدموها لوليداتنا. كانوا هادو هما وصفات اليوم واقتراحات اليوم، ممكن نقدموهم كما قلنا العشاء. تنتمناهم يكونوا عجبوكم، وشكرا لكم، والى وصفه اخرى باذن الله.